خدوه كله، تعبه وشقاه اللي كان معايا هنا خدوه كله، تاخد اتشفط. تمام. سعود ده واحد مصري، كان صاحبه المفروض اللي اسماعيل كان مأجر، كان هو كاتب له، راح جاب له العربيه، يعني هو سعود دوت راح جاب العربيه لاسماعيل، العربيه اللي هي الايجار دي، والعربيه اتعمل بيها الحادثه، والحادثه طلعوا ان العربيه دي خلاص هم كفلوها بالمليون جنيه. قال لك انا دفعت 200,000 جنيه من معايا، قلنا مفيش اي مشكله. راح قعد معاهم قال لهم احنا مش مقدرتنا، طب نبيع الحاجه اللي موجوده بتاعت اسماعيل ونسدد له حقه. لا، وتبيع حاجته ليه؟ ما تاخد من الشقيانه بنت الشقيانين اللي طالع عين ابوها، اللي واخديني شافعي ماركي من ساعه ما اتجوزتهم لحد دلوقتي، استغلال 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 استغلال، لما استهلكوني خدوا كل طاقتي. تمام. وفي الاخر جايين دلوقتي تقولوا لا اصل خد، هي مقتدره تدفع. ادفع لمين؟ ادفع لمين؟ ادفع لواحد سايب لكم ورث انتوا عمالين تبيعوا منه من ورا القانون ومن ورا كل حاجه، ومش هاممكم حد، وعمالين تبيعوا في كل حاجه. صففتوا حاجته، نصها اتاخد، نص الحاجه بتاعته اتاخدت، وجايين انتوا دلوقتي انا ما خدتش جنيه منكم، ذهبوا خدتوه، لبسوا خدتوه، فلوس خدتوها، محلات خدتوها، كل حاجه خدتوها، ورق سرقتوه، ورق بتاعه سرقتوه خبتوه، تليفوناته صفرتوا كل حاجه عليها، خدتوا الفودافون كاش اللي عليه، خدتوا انستا باي، خدتوا كل حاجه، خدتوا يا شيخه ده انتوا خدتوا البرفانات بتاعته، الجزم خدتوها، شراباته خدتوها. جايين تقولوا لي دلوقتي ادفع ايه؟ انا ادفع ايه؟ فربنا يا رب يهديكوا لنفسكم. وانا ما عنديش اي مشكله، اي حد ليه اي جنيه انا هدفعه منه هو نفسه، مش هدفع حاجه مني، هدفع فلوسه منه هو، من حلاله اللي انتوا كلتوه، من شقاه وتعبه اللي هو اشتغل عليه 30 سنه، وانتوا حطوه في بطنكم لما بطنكم بقت قد كده. ده انتوا هتموتوا عندكم الكبد كلكم من اكل اليتامى. فهمتوا ازاي؟ فيا حبايب قلبي ما عنديش اي مشكله، لموا نفسكم كده زي ما انا كده كلمتكم من كام يوم، طلعت للحاجه 300,000 جنيه والحاجات اللي طلعت. ما تدفعي يا حاجه لابنك، يا حاجه ادفعي له ياما، مش ده ابنك برضه؟ ادفعي له يا حبيبه قلبي. ربنا يكملكم بعقلكم، ربنا يردكم للطريق الصح، وربنا يديني خير الدنيا كله، ويديني على قد ما تعبت وشقيت، على قد ما تعبت من 12 سنه وانا شقيانه وتعبانه، ما ارتحتش يوم، ما ارتحتش يوم واحد انا ما ارتحتوش. ف ربنا يكرمني واسيب المكان كله والسنتر كله وما اطلعش على السوشيال ميديا تاني، وربنا يكرمني من عنده واعيش حياه زي اي حد في الدنيا، حياه مقفول عليها، حياه الدنيا بتاعتي لوحدي انا وبناتي. اقفل عشان الدنيا بقت سواد، اقفل عليا انا وبناتي عشان انا ما شفتش حنيه من اي حد، ما شفتش الا كلام من كل الناس، محدش وقف معايا في اي حاجه. فكنت لوحدي، كنت بتعبي وشقايه، وان شاء الله افضل بتعبي وشقايه، وهفضل باذن الله حرق دمكم، وهفضل ان شاء الله فوق الدنيا كلها، وربنا ساترني. اعملوا اعمال براحتكم، هنوني براحتكم، اقسم بالله طول ما ربنا معايا وطول ما انا ماشيه بما يرضي الله انا ما بخافش من اي حد خلقه ربنا. السلام عليكم. اديني يا ماما مليون و300,000، ولا انت بتتكلم ازاي اصلا 100,000 بيتلموا؟ انت متخيل احنا بنلم 100,000 ازاي؟ انا بفضل قاعده مع الزباين ليل نهار، ما بنامش يا كافرين يا عالم يا كافره، ما بنامش يومي، ما بنامش 5 ساعات في اليوم ولا 3 ساعات عشان عليها هم ما يتلم. قسط مدرسه، مدرسه انترناشونال، اتوبيس مدرسه، لبس مدرسه، اكل وشرب للمدرسه، اكل وشرب ده لوحده برقم وقدره، مناديل بس برقم وقدره. محدش اداني جنيه، مفيش راجل واقف في داري، الراجل بتاعي مات. تمام. بشتغل وبيطلع عيني، وست مكافحه، وست ما بنامش الليل، وست ربنا اللي يعلم انا عليا فلوس في كل الحته، عليا انا مش عليه هو. وانا اسماعيل مرتاح
مرتاح. اسماعيل معلوش جنيه عشان انت طالع بتحور، طالع بتتكلم في كلام. انت يعني مش هقول لك بقى انت اكبر منه، انت اصغر منه بكتير. ان انت تجيب سيره واحده تمام بتقول لك بعتلك على الواتس تقول لك انا عايز اعمل تاشيره عشان اروح اعمل عمره لابو رضا، عاوز اعمل عمره لابو رضا. قبلها بيوم انا بعتلك على الواتس وقلت لك بعد ما كنت عامله لك بلوك ال8 شهور دول كلهم، وانت بعت لي قلت لي يا ام رضا واوريهم الرسايل. عيب يا ام رضا اما اكون انا بتاع زحج وعمره وانت تطلبي تعملي تاشيره من حد من بره. قلت لك لا شكرا مش عايزاك تعمل لي حاجه. قلت لي لا وربنا اللي عامل لك الكلام ده من شهر. ما تعملش ولا تاشيره ولا تعمل حاجه، وبعت لك الباسبور ولا عملت حاجه ولا سويت حاجه. قلت لك هدفع زي اي حد عشان دي عمره رايحه لابو رضا. يعني انا ابو رضا هيكون عليه فلوس وانا رايحه اعمل له عمره؟ ابو رضا نور عيني الله يرحمه ويغفر له ويسامحه مطرح ما هو ويفشفش الطوبه اللي تحت راسه، كل المواصفات الرجوله فيه تمام. رايح تقول ان انا بطالب 1,350,000 بشيماء هي معاها مقتدره. انت شفت ان انا معايا مقتدره؟ يا رب يبقى معايا مقتدره طول العمر، يا رب يبقى انا اغنى واحده في الدنيا في عينكم، يا رب اكون انا معايا خير الدنيا اللي مش معاكم عشان انا راضيه وصابره. لكن انتوا ناس ولا عندكم قلب ولا عندكم ربنا. انتوا ربنا فين منكم بجد؟ انتوا ربنا فين منكم؟ استولوكوا على حاجته. انت واحد من الناس انا مش عايزه اتكلم، عارف كل حاجه عنه وعارف المرضى تعبت معاه قد ايه وشقيت معاه قد ايه، بس انت راجل جبان، انت راجل جبان خاف يزنوك ياكلوك. خسرت راجلين. يعني لو كان مثلا ضاضا كان عايش كان بقى سندي وظهري دلوقتي. لو كان ابو ضاضا عايش وضاضا مات كان هيبقى سندي وظهري. مش قادرين يفهموا ان ست عايشه بلا راجل وعايشه هي الراجل وهي الست، وكمان قاعدين تاكلوا حق عياله وحقه، وطالعين كمان مش عاجبكم بعد كل اللي انتوا خدتوه ده جايين عايزين تاخدوا مني انا وتسددوا حق الحاجه اللي هو دلوقتي المفروض ان هو ما يخصنيش. يعني هو دلوقتي اتقطع عمله معايا، انا الخير اللي انا اعمله ان انا اطلع له حاجه لله، لكن هو مش جوزي دلوقتي. هو دلوقتي مش جوزي وما ينفعش ان اتكلم عليه عشان هو دلوقتي ما يخصنيش. تمام؟ انتوا طالعين دلوقتي تتكلموا في انهي اساس؟ ده ابنكم في الاول وفي الاخر، ده دلوقتي ابنكم انتوا، وده دلوقتي اخوكم انتوا اللي تقفوا وانتوا اللي تروحوا وانتوا اللي تيجوا. انتوا دلوقتي تخصوه، انا دلوقتي عياله اللي يخصوه، انا ما خصوش في حاجه. صح يا بنات ولا كلامي غلط؟ انا دلوقتي اسماعيل ما يخصنيش في حاجه وانا ما خصوش في حاجه. انتوا طالع يقول لي المفروض ان انا اخد منها، تاخد مني انا ليه؟ انا اخصكوا في ايه؟ او اخصه في ايه؟ عدتي خلصت 4 شهور و10 ايام، ده مش جوزي. ده انا ما اتكلمش عليه تاني خلاص. لو انا بطلع حاجه بيني وبين ربنا للشخص ده انا هطلع عادي، لكن هو ما يخصنيش، هو مش على ذمتي وهو مش جوزي، وهو انقطع عمله الا من ثلاث: ولد صالح يدعي له، عملا صالح ينتفع به يوم القيامه، او صدقه جاريه. ما قالش مراته، ما تذكرش ان مراته، ما تذكرش صدقه جاريه. ايا حد يعمل صدقه جاريه انا ما يخصنيش. عشان انت جاي دلوقتي بعد 8 شهور جاي تقول لي ادفعي له حق العربيه، خلاص هو ملوش حاجه عندي، بس ليه حقه، انا ليه حق عنده بتاع الورث وبتاع الحاجات دي. انا الورث يطلع تاخد من عينيا الاتنين، هتقسم على كل التركه اللي موجوده وتاخد حق حاجتك ودنيتك. لكن ما تجيش تبقى واحد ظالم يبقى 8 هيورثوا، فانت تقول للام للست اللي كانت مراته انت اللي تدفعي لوحدك. ده ولا انسانيه ولا دينيا ولا اخلاقيا ولا ادبيا ولا رجوليا ولا اي حاجه. فلقيت اسماعيل جاي مهموم وزعلان قوي قبل ما اتخانق معاه. بقول له مالك؟ قبل الضرب وقبل العيد بيومين 3. فدموعه نزلت. بقول له انت بتعيط ليه؟ قال لي والله يا مراد ده الراجل صاحب الكافيه هني. بقول له هنك؟ معاش ولا كان اللي يهينك، معاش ولا كان اللي يبص لك بصه ما تعجبكش. قال لا انت عارفه ان انا قد اي حد، بس هو يعني حرجني قدام الناس وقال له لو انت مش قد الكافيه انت كده رهنه على الفاضي. فانا معايا من الكافيه وناقص لي 1,000,000 جنيه. قلت له ناقصك 1,000,000 جنيه؟ قال لي اه.
كان ناقصه 950,000 حاجه زي كده. قلت له شايف الدولاب اللي هناك ده؟ قال لي اه. قلت له افتح الدولاب. فتح الدولاب. قلت له في شنطه عندك؟ قال لي اه. قلت له هاتها. افتحها. فتح الشنطه. قال لي ايه ده؟ قلت له ايه؟ كام دول؟ قال لي كام ده كتير. قلت له دول 1,000,000 جنيه، خدهم وروح ايه خلص نفسك. قال لي انت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ قلت له لك ههزر ليه؟ دي يا حبيب قلبي فلوس من الشغل، المفروض 500 بتوعك و500 بتوعي. انا مش محتاجه 500. وحياة كتاب الله يا رب ابقى زي دي دم، ما بكدب في حرف. قلت له انا وانت واحد يا حبيبي، وبعدين انا هعمل ايه بالفلوس؟ خد يا حبيبي فلوس وروح اكتب الحاجه باسمك، وما تخليش حد يكتب يقول عليك ربع كلمه. تمام. المهم اتصل بسعود وقال له انت فين يا سعود؟ تعالى. سعود جه وراح واخد بعضه وراح خلصهم الكافيه وخلصهم حق الكافيه. 1,000,000 جنيه الاخيره اللي اتدفعت بتاعتي وشقايه. وانا بيني وبين اسماعيل الشقه مفيش شقه ومفيش اي حاجه، عشان ده كان فيه حب، كان فيه عشره حب. وانا معرفش ان هو ميت برضو، هم عارفين ان هو ميت. المهم عدى يوم 2 3 4 والدكاتره بصتهم ليا كل شويه، تعالى يا ماما انا عايزه اقول لك على حاجه. ياخدوا امي يندهولها على جنب. تعالى يا مصطفى احنا عايزين نقول لك على حاجه، بس ما تدخلش ام رضا، ما تدخلش شيماء. فقلت لهم انا عايزه اسال سؤال، هو مات لاني انا في نفس اليوم الصبح حسيت بقبضه في صدري وجريت جري على المستشفى مع اني كنت لسه مروحه. صليت ومشيت، بقيت عماله اجيب ميه وافرغها في الناس في الشارع، وهم اصلا بيتفقوا على خرجته وبيتفقوا على دنيته، وانا ما اعرفش ان هو ميت. وما تخيلتش يوم من ذات الايام ان انا اشوفك ميت اسماعيل. ما تخيلتش ولا تصورت ولا اي حاجه. خلصنا يا بنات وجينا عرفنا ان هو مات. والاستاذ سعود جه وصلني الى المستشفى وانا ما كانش معايا عربيه رايحه معايا، وديني المنيا انا و2 معايا، موديني وخد عمل فيديو في المكان وخد بعضه ومشي روح لمراته في نفس الوقت، وسابني من غير ولا عربيه ولا اي حاجه، وخد عربيته ومشي من غير ما يبلغني باي حاجه. ده صاحب عمره المفروض. اتفاجئت ان هو في القاهره. طب انت مشيت القاهره، ده انت صاحبه وصاحب عمره، المفروض انت لو عندك اي سفر، عندك اي حاجه، عندك اي مشكله. انا صاحب عمري بيموت بين الحياه والموت ومراته معايا وانا معايا العربيه، فالمفروض ان انا ما اسيبهاش. وحتى لو هسيبها المفروض ان انا اعرفها ان انا همشي. فانا مثلا جبت لك عربيه تانية او جبت لك حاجه عشان تتحركي، لو اسماعيل احتاج دم احتاج حاجه يبقى فيه، او ابعت لك عربيتك حد يجيبها لك، ده اقل ما فيها، عشان خاطر لو احتاجتي حاجه ايه تروحي وتيجي بالعربيه. عملت كده وخد بعضه ومشي، وعادي كل واحد بيعمل باصله. المهم عدينا يا بنات. طلع ناس من هنا قالت احنا لينا فلوس، وطلع ناس من هنا احنا لينا فلوس. المهم فلوس من اسماعيل نفسه. قبل ما اسماعيل يموت سألت سعود، قلت له يا سعود انت ليك حاجه عند اسماعيل؟ قال لي حد الله. ليك فلوس عنده؟ قال لي حد الله ما عنديش، ماليش اي حاجه عنده. جوزك انا ماليش اي حاجه عنده. لما اسماعيل مات عدى يوم 2 3 4 لقيته جاي لي عند بيت اختي وبقول لي انا كان ليا فلوس عند اسماعيل. قلت له لا، انت قايل لي بعضمه لسانك ان انت مالكش عنده جنيه وهو عايش، وان انت مفيش بينه وبينك اي حاجه انت واخدها، هو واخدها منك وانت قلت. قال لي خلاص اعتبريني ايه ماليش فلوس. قلت له لا، عشان خاطر هو دلوقتي شهاده انت هتخش بيها القبر. قال لي خلاص يا ام رضا انا ماليش عنده حاجه. تمام. جه قال لي العربيه الحمد لله رب العالمين الناس طلعت
العربيه اللي اسماعيل عمل بيها الحادثه 1,000,000 جنيه، فاحنا كده ممكن نحتاج 100 200. لو جت في ال100 وال200 الموضوع سهل. قلت له خلاص تمام، انا مش وريثه لوحدي، انا عندي ورثه، امه، انا، عيالي، اخواته، احنا كلنا ورثه، مش انا لوحدي الوريثه. المهم قلت له خلاص زي ما يرسي عليا يرسي عليهم. المهم يا بنات، عدى يوم 2 3 وعدينا وقضينا الايام المغبره بالغباره، وكانت اسوأ ايام حياتي. تعبت، ما كنتش باكل، من محاليل لعمليات لضغط لعيشه، مش عارفه اقول لعيالي ايه، 2 في سنه واحده. عدى 7 ايام من موته او 4 ايام، وطلعوا لقيت البواب طالع يقول لي شيماء العربيه بتاعتك السقف وقع عليها بتاع العماره كلها. قلت له عربيتي انا؟ عربيتي دي كنت بقالي ما كملتش ال8 9 شهور جايباها لسه زيرو. نزلت، استاذ سعود جه وصلني الى المستشفى، وانا ما كانش معايا عربيه رايحه معايا، وديني المنيا انا و2 معايا، موديني وخد عمل فيديو في المكان وخد بعضه ومشي روح لمراته في نفس الوقت، وسابني من غير ولا عربيه ولا اي حاجه، وخد عربيته ومشي من غير ما يبلغني باي حاجه. ده صاحب عمره المفروض. فجيت اتفاجئت ان هو في القاهره. طب انت مشيت القاهره، ده انت صاحبه وصاحب عمره، المفروض انت لو عندك اي سفر، عندك اي حاجه، عندك اي مشكله. انا صاحب عمري بيموت بين الحياه والموت، ومراته معايا وانا معايا العربيه، فالمفروض ان انا ما اسيبهاش. وحتى لو هسيبها المفروض ان انا اعرفها ان انا همشي. فانا مثلا جبت لك عربيه تانية او جبت لك حاجه عشان تتحركي، لو اسماعيل احتاج دم، احتاج حاجه يبقى في حاجته. ما قدرتش، فانا ما رحتش، انتوا اللي رحتوا دخلتوا وقلبكوا جابكوا ولميتوا حاجته، فرقتوها على بعض وذهبوا. اصلا انا لبسته عشان ده هو ابني وخدته، ولا فتحت بقي. اصل فلوسه هو ما سابش فلوس. عربيته ما احنا حاطين ايدينا عليها. المحلات، طب ما المحلات بتاعتنا تبقى تخلي القانون يجيب لها حقها. طب عربيته اللي هي مركونه ادوها لي، انا عربيتي بايظه، عربيتي انا بتتصلح. ادوني العربيه بتاعت اسماعيل والمصحف، ما تحط رجلها فيها، تحط رجلها في عربيته ليه؟ ان شاء الله ما تحطش رجلها، العربيه تفضل محطوطه كده في الجراج. ما ادتونيش العربيه، سبت العربيه محطوطه في الجراج. كلمت اللي اسمه محمود نجم، يا محمود العربيه تخصني، طب انا هاجي اخد العربيه، ده انا مراته يا باشا، انا هاجي اخد العربيه وانت اعمل فيها محضر انا خدتها انا سرقتها. قال لي لا 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 مفيش الكلام ده، العربيه مش هتطلع من الجراج. انا بحكي لكم من طقطق لسلام عليكم. طيب ما ادونيش العربيه. افوجئ استاذ محمود بعت لي، سمعكم بس عشان يبقى الكلام ايه معانا واحده واحده. تمام، بسم الله. عارفين بقى ناس غلابه، عارفين الكلام ده طلعوا محظ بس. لكن انت لو عايز تدينا حاجه رن عليا وقول لي تعالى خدها. قلت له الله كتر خيرك وربنا يريد. انا ما بتكلمش على حاجه، انا بتكلم على بس. انا قعدت معاه والله واتكلمت معاه وبيقول لي خليك تكلمني ولا تنفض. ما كلمتكيش امبارح والله عشان نسيت وطلعت نمت. مريضة انت عارفه انا مش هكلمك في حاجه زي كده ولا الكلام ده. عم محمود لسه مكلمني بيقول لي شوف المريضة ولا هم يعملوا ايه. بص مريضة انت عارفه انا مش هكلمك في حاجه زي كده ولا الكلام ده. عم محمود لسه مكلمني بيقول لي شوف المريضة ولا هم يعملوا ايه في العربيه. لقيته بيقول لي كده، قلت بس اقول لك. لقيته بيقول لي قول لها شوف هتعمل ايه في العربيه، وانا دافع 12,000 جنيه فاهمه. وهو بيقول لي يعني هم يعملوا في العربيه، انا ادفع كل شهر كده هدفع فلوس. عايز اعرف ليه ما ياخدوا العربيه ديت ليه. فرحت اديته العفش كله، قلت له بقى عايز تبيعه، عايز تديه لحد غلبان، انا ما عنديش مشكله، انت ودماغك
واعمل اللي انت نفسك فيه. تمام. وديت له العفش واديته الحاجه كلها وخليته هو يتعامل. خد العفش بتاعي. اسماعيل كان بيخاف على حاجته جدا وما تصرفش في اي حاجه في العفش ولا باع حاجه منه. حتى كان في كذا حد كان عايز يتجوز عليه، قال لي لا انا ما اخليش حد يتجوز على العفش، انا كنت نايم عليه. المهم ان انا فضلت اشتغل وفضلت اتكلم واقول انا عايزاه يسمعني، عايزاه يجي يشوف عياله. مين اللي واخده مني؟ اتاري بسم الله ما شاء الله عاملين عليا رباطيه الاهل بالكامل واخدينه في اتجاه تاني خالص، وشايف حياته بره. حصل مشاكل وكان بيجيلي كلام وكان بيجيلي كل حاجه وانا ما كنتش بتكلم في اي حاجه خالص، كنت بسمع كلامه وبسكت. وقلت خلاص يعني عادي، هو كده كده ضميره هيصحى وهيجي وهيشوفني وهيشوف عياله والكلام من ده كله. المهم يا بنات خلصنا الحوار وعملت الشقه. فضلت 6 شهور اعمل في الشقه لوحدي. ماشي. انفال مدى نون اي حد معايا في اللايف. جريت العجل ورحت لهم بلدهم اللي هي بلد اسماعيل اللي عند محلات جوزي. اروح عشان اذبح العجل يقفلوا المحلات في وشي وياخدوا المفاتيح ويمشوا، واجي اقول لهم يا جماعه المفتاح معناش مفاتيح بنفس الطريقه. يا جماعه عيب يعني اخد العجل وامشي يمشي، محدش قالك تيجي تذبحي هنا. تمام. رحت مصوره فيديو ورحت قلت ايه يا جماعه، لا انا كده بصوا المنظر، انا جايبه العجل ومش عايزين يدخلوني. لما شافوا التليفونات اترفعت كلمت خلود، قلت لها يا خلود انت حقانيه في 1 2 3 وانا مبلغاكم من 3 4 ايام ان انا هذبح عجل لمصطفى. انا ومصطفى جايين واقفين من بدري، عايزه اذبح عجل لاسماعيل. ورحت. المهم بعد ساعتين جات لي ترك عايزين خراطيم لي عشان نذبح العجل، ما عندناش. طب خد روح اشتري. عايزين براميل. فين الخراطيم بتاعت اسماعيل اللي كان بيذبح بيها العجل؟ فين البراميل؟ لدرجه الخراطيم بعتوها. الخراطيم اللي بنرش بيها ميه ما لقيتش ولا خراطيم ولا براميل ولا حاجه، واتمرمطنا واتشحططنا. تمام. ونص العجل اتسرق قسما بالله، 3/4 اتاخد عشان بس رحت اجيب فلوس حق حق الجزار. قلت لهم بس انا هخطف رجلي 10 دقايق عشان نسيت الفلوس في السنتر، هروح اجيب فلوس العجل اللي هي الذبيح يعني الجزار وهرجع. رجعت ما لقيتش 3/4 عجل راح. قلت عامه كده كده انا طلعته لابو رضا، ماليش دعوه باللي خده وماليش دعوه باللي ما خدش. وجيت ذبحت العجل يا بنات وقعدت اقول يا رب انا كده معيش ولا جنيه في جيبي،